السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن آخر نوع حسابات معانا، هو الإكسبنسز أو المصروفات، وهو بيتقسم لجزئين. جزء المصروف، مصروف تكلفة، ده اللي هو الجزء الكوست اللي احنا عاملينه هنا، ده اللي هو ده بيبقى خاص بأي مصروفات احنا بنصرفها خاصة بالإيراد اللي بيجي، بتكلفة الإيراد اللي بيجي. طبعا انا لو فاتح محل مثلا سندوتشات، ببيع برجر مثلا، فانا عندي عمالة شغالة، بشتري خامات، بشتغل بيها. فاي مصاريف تخص ان السندوتش ده يطلع دايركت، ان السندوتش ده يطلع، دي بالنسبة لي تكاليف. اي مصاريف تاني بقى عادية، اللي انا سواء شغال او مش شغال بعملها او بدفعها، يعني زي الايجار، زي الكهرباء، زي فلوس مثلا لو انا في شركة وعندي بوفيه، فانا كده كده بجيب حاجات في البوفيه، مصاريف نظافة والكلام ده كله. فالمصاريف دي بالنسبة لي مصاريف عمومية وإدارية أو جي ان دي. فاحنا كده عندنا الكوست وعندنا الجي ان دي. النوعين دول نوعين ديبت، يعني يبقى كده احنا عندنا حسابات الديبت، المصاريف والأصول بس. الثلاث أنواع التانية الحسابات، حسابات كريدت. يا رب الفيديو يبقى عجبكم، وكده احنا خلصنا يعني اللي المفروض الكلام النظري. نبتدي بقى نشتغل عملي من الفيديوهات الجاية ان شاء الله، ونبتدي نعمل قيود بقى، قيود رسمية. والدنيا بتمشي ازاي في الشركات، هنعمل القيود اليومية اللي بتحصل في كل شركة، الديلي انتريز، ونشوف الدنيا بتتعمل يعني ايه، الناس بتعمل ايه وبتشتغل ازاي، والفكر كله عامل ازاي. يا رب يبقى الفيديوهات عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.